المستشفيات دكتور العنايه المركزه ودكتور الطوارئ بيتابع من 10 ل 15 حاله في نفس الوقت. كل مريض بيكون عنده حاله مختلفه، وكل ثانيه بتضيع عليه بتاثر كتير جدا على حياته. كل واحد مش زي التاني، كل مريض عنده حالته الخاصه، وكل ثانيه بتاخرها ممكن تفرق في حياته. في كير هاب كل مريض له طبيب طوارئ متخصص، ولو الحاله استدعت حجز بيكون عنده طبيب عنايه مركزه متواجد مخصوص لحالته هو شخصيا، وبيكون في اخصائي متابع للحاله بكل تفاصيلها، وكل ده بيكون تحت اداره استشاري عنايه مركزه مسؤول عن المريض بشكل كامل. ده غير اننا بنشارك اهل المريض في كل قرار خطوه بخطوه. مش محتاج معانا تنتظر ميعاد زياره الاستشاري عشان تحب تعرف اي معلومه في تفاصيل الحاله بتاعتك، لان الاستشاري موجود معاك على جروب الواتساب الخاص بالحاله طول الوقت. والنتيجه في الحاله دي تدخل اسرع، دقه اكبر، راحه نفسيه لاهل المريض. كير هاب مش خدمه مزدحمه، كير هاب رعايه مركزه فعلا. وده السبب ان اغلب اللي جربونا عمرهم ما رجعوا للمستشفى التقليديه تاني الا للضروره القصوى. كير هاب مش مجرد زياره، كير هاب بتغير شكل الرعايه.